ما اشتغلش بسكر خرز. ليه؟ انا يهمني قوي ان الزبده تختلط مع السكر البودره وتكون لي كريمه والسكر يدوب فيها، مش عايزه يبقى لسه خرز جوه. حضراتكم هتلاقوا في كتب كتير وفي برامج اجنبيه يقول لك بالكريستال شوجر. هم عندهم بره السكر درجات، عندهم البودره وعندهم الكريستال، ده بيبقى درجه بين السكر الخرز بتاعنا وبين البودره، وده بيشتغل ويجي بالشكاك والحاجات دي. انما احنا عندنا السكر الخرز بتاعنا في درجات كبيره فمش هيبقى قوي في الكيك، هيشتغل بس دايما انا بحاول اوصل لكم الحاجه الاحسن حاجه. بحاول اوصل لكم الحاجه اللي هي تديني نتيجه 100%. يعني طبعا الكمال لله وحده، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان الصوت مش واضح. مقادير الكافي بتاعتنا يمكن انتوا كلكم عارفينها قبل كده. انا عندي في حدود 450 جرام زبده. الزبده عايزها بدرجه حراره الغرفه، يعني مش عايزها ساقعه قوي في الثلاجه، مش عايزها طريه، لانها عمليه الضرب نفسها بيتكون فيها حراره، بيطلب عنها حراره، فالحراره دي هتسيح لي الزبده شويه، فانا مش عايز الزبده تبقى ايه متسابه بره الثلاجه، يعني متماسكه. سكر البودره عندي 450 جرام زبده، 450 جرام سكر بودره، عندي في حدود 520 جرام دقيق. تمام؟ عندي لاكو بيكنج باودر، شويه فانيليا، وعندي 8 بيضات. لو انا عايز اعمل الكب كيك شوكولاته هشيل من الدقيق هنا حوالي مثلا 50 80 جرام دقيق واحط مكانهم كاكاو. بيعتمد على نوعيه الكاكاو اللي انا هشتغل فيها، لان الكاكاو فيه انواع كتير قوي منه في السوق، ودرجه الغمقان ودرجه التركيز بتاعته، عشان كده هتلاقوا في تفاوت في السعر رهيب. طبعا الحاجات اللي هي للشرب دي ما تنفعش لان بيبقى عليها سكر وعليها حاجات ثانيه اضافات، احنا عايزين كاكاو خام بنور خالص. تمام؟ هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا شغالين بالمكنه بنور. هتقولوا لي انت بتشتغل بيها ليه؟ انا اساسا انتوا عارفين كلكم ان انا مهندس. يهمني في المعده بتاعتي ان هي تبقى قويه. انا عارف ان هي هيفي ديوتي معايا وتديني النتيجه اللي انا عايزها، عطلها قليله. الخدمات ما بعد البيع يعني بدون مجامله والله مش عارفين انتوا متعودين مني ان انا ما بقولش حاجه اللي انا متاكد منها. يعني انتوا بس تسالوني عن الصيني وعن عندي اقول لهم لا صيني، لان انا عارف ان خدمات ما بعد البيع هنا ممتازه. اي خدمه غيار لا قدر الله هتلاقيها متوفره،